زاد عندي غراض من رمضان وقلت لحالي ساوي لكم مدلوقة. بنجيب كريمة وبنجيب حليب دسم وبنخلطهم بهالطنجرة، وقبل ما يغلي بشوي بنمد الحليبات بصينية كبيرة ونتركها على الغاز على الأهدى شي 4 ساعات بعد ما نساوي هالفقاعات فيها. بعدين ببلش يتشكل القشطة، هي بعد ساعة وهي بعد ساعتين، وبعدين بنشوف بعد 4 ساعات. المهم بعد ما فرمنا الكنافة وسخناهن مع السمنة ونص كاسة سكر أو كاسة سكر حسب شلون بتحبوها، ونص كاسة حليب، هي ما حدا بيقلك إياها يمكن، ومنبلش نعجن فيها لحتى تصير هيك. بعدين غطا مع زهر ومنكمل عجن. طبعا فيك تدوقها إذا بتحب تعدل. وهلأ صار وقت النغنغة بالسمنة يا معلم، شنو السمنة أهم شي بالأكلة، أصلا كل حلو العربي سره بالسمنة. واعجن جيدا حتى تكون هيك قوامة، دوقها وراح تلاقيها طيبة. وهلأ صار لازم نمدها بصينية مرتبة ونطلع القشطة من البراد ومنصفي الحليبات منها. شايفين شلون ما في أسهل من هيك؟ وشو كلفت أنية حليب وأنية كريمة وشوية أغراض تانية مثل السكر ورشة فستق. رح رد عيد وقلك ما لازم تكون شيف، شوفوا ما أحلاها. يا عيني ولي.